السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع صحه؟ كلشي على خير. نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. كما كتشوفوا اليوم جبت معاكم واحد ملاوي بحجم عائلي، ولكن ملاوي ماشي اي ملاوي. اللي ما كتنجحش معاها الملويه تكون كبيره، او ملويه تكون الحشوه كلها دايره من الداخل. هذه ما شاء الله يعني بعينك مغمضه. يعني عن جد هذا الفيديو يستاهل تبارطاجي، ويستاهل المشاركه، ويستاهل المشاهده حتى الاخير، لان فكره ما تخطرش لكم على البال، وفكره حصريا على قناه فاطمه الدودي. شي حاجه اللي هي زوينه 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 بزاف. باذن بسم الله. كنبداو بالحشوه هي الاولى كنطيبوها. حيت هي خصها تبرد. ضروري هاد المراحل تتبعوهم. الحشوه هي الاولى باش تبرد لنا الحشوه مزيان، والعجينه ما تعذبناش، والملويه ما تخسرش في الفورمه ديالها، وما تقطعش لينا العجينه. شديت واحد جوج بصيلات متوسطين، شلطتهم وغادي نحمرهم في زيت المائده كما كتشوفوا. بغيتو ديروا غير الخضره والفرماج ديروها. بالنسبه لي انا ما درت الفرماج، درت الكفته. انا عطيتكم كفكره، وما شاء الله راه تفنوا في الحشوه كما بغيتوا. راه ما شاء الله المراه العربيه بصفه عامه راها ما شاء الله. شديت واحد القريعه انايا نقيتها، يعني ما حيدتش لها القشره ديالها، قطعتها ودوزتها في الهشوار كما كتشوفوا. غادي نشوحها مزيان حتى يتحيد منها الماء. وشديت تقريبا واحد 100 غرام ديال الكفته، وخديت القزبر معدنوس، البزار، السكينجبير، مليحه. بالنسبه للفلفله درت فلفله، يعني معلقه حاره ومعلقه حلوه. بغيتو ديروا الهريسه مع ديك الحموضيه حتى هي كتعطي ما شاء الله، ومليحه من طبيعه الحال. يعني البزار، سكينجبير، فلفله حلوه، فلفله حاره مليحه، وشويه ديال الاوريغانو ضروري منه باش كيهرسنا داك. شوفوا كنوريكم زعما راه ما بقاتش كاع بصفه نهائيه. الا بغات تنجح معكم هاد الملاويه ما نقول لكمش، يعني ما شاء الله، يعني زينين زينين تبارك الرحمن. خديت اوريغانو كما كتشوفوا، حتى هو غادي نضيفو كيعطي واحد النكهه اللي هي زوينه. اوريغانو ولا اللي عندكم المنسمات. بالنسبه للعجينه، ها انتم كما كتشوفوا انا درت 4 الكيسان ديال الفورس، ودرت كاس الا ربع ديال الدقيق الفينو مليحه، شويه ديال السكر باش كتعطينا ديك الحموريه الزوينه، وواحد نص معلقه ديال العسل يعني ماشي بزاف، ودرت واحد المعلقه ديال الخل. ما كندير لا خميره ولا والو، يعني غير هذا الشيء كتعطيني واحد النتيجه زوينه. وما تنساوش واحد المعلقه ديال الزيت المائده. يعني 4 الكيسان ديال الدقيق الفورس، كاس الا ربع ديال الفينو، نص معلقه ديال الخل، معلقه صغيره ديال الزيت، معلقه صغيره ديال العسل مليحه. صافي كنجمعوا هذا الشيء. بالنسبه للعجين ما يكونش خفيف بزاف باش ما تعذبكمش من تكونوا كتطلقوا العجينه. حنا العجينه بغينا مليويه تكونوا منظمين ومتولين. غديرهم صغار غديرهم صغار، غديرهم كبار غديرهم كبار. انا درتهم بحجم كبير وقطعتهم على 4. ما نقول لكمش كي جاو يعني، وما عذبونيش بالخدمه وجاو ما شاء الله. بالنسبه للعجينه كما كتشوفوا ضروري ترتاح واحد الساعه، راه باقي حال ذلك النهار كامل. من بعد ما ارتاحت الساعه نتوما كتشوفوا باللي العجينه راها ما خفيفاش وما سقطش. حيت واحد شويه القزبر معدنوس كنلصق ليا في العجين، كندهن يدي بالزيت وكنخرج منها كويرات. بالنسبه للكويرات كنديروا 4 في ملويه، 3 غادي نخدموا واحد الخدمه، والرابعه اللي غادي تشوفوا ان شاء الله في المفاجاه في الفيديو. هذوك الجوج ما غنخدمش بهم، انا خليتهم ليا، ما بغيتهمش عامرين، بغيتهم خاويين. عندنا 4 د المليويات ثاني، وغادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق فقط، وغادي نرجعوا من بعد ما طرخاو لي. شفتوا كيعطيوني يعني كيتخدموا لي دغيا. انا ماذا بيا تخليهم شحال ما كان عندكم الوقت في هاد المليويات هادو، خليتهم يطلقوا يطرخوا مزيان، كتعطيكم واحد النتيجه زوينه. انا خليتهم غير 10 دقائق ورجعت لهم، وما عذبونيش الصراحه. توقع كنطلقوهم كما كتشوفوا حتى وكان يبان سطح العمل. لا عندكم يعني المقله كبيره كبر من ديالي. انا عندي تقريبا غادي نقول لكم 3 ديال اكس ال، ولكن ما خدمتهاش، خدمت متوسطه الحجم. كنطلقوا غير بالزيت، ما فيهم لا زبده ولا والو، وما فيهمش كثره الزيوت. شفتوا كيما كنجبد العجين الاستيك، يعني الاستيك انها ماشي ما كتندغش في الفم، لا الاستيك في التجباد. كنديروها كمسمنه عاديه او كرغيفه عاديه. طلقت الثانيه كما كتشوفوا، غادي ندير وحده في وسط وحده ثانيه، وغنضيف الثالثه، يعني الثلاثه. هذه الثالثه. ما بغيتش نطول معكم الفيديو، انا راه حيدت منه بزاف لان جا طويل بزاف ونقصت منه. هادو صافي شفتوا يعني 3
ديال الخدمات. واش كندير انا؟ وريتكم هاد المراحل هادو. خليت 4، يعني درت 12 الكره، عجنت خدمت 3 وحده في وسط وحده، 3 وحده في وحده، وهذيك الرابعه هي اللي غادي نطلق بها، وغادي نوريكم واحد الطريقه اللي هي زوينه. كنوريكم يعني العجين يعني المسمن منبل، كنطلقها واحد شويه وكنجبد هذيك الرابعه. هذيك الرابعه هي باش غنخدم الملويه، هي باش غادي نلمط الملويه، هي باش غنتول ديك الملويه ما غتجيني دائريه وما غتخرج مني لا حشوه ولا حتى شي حاجه تقول شي حاجه اللي هي سحريه. كندهنها دهنه خفيفه كما كتشوفوا، وكنطلق هذيك الملويه التحتانيه. شفتوا كما كتشوفوا العجينه ما شاء الله راه منبله، ما تطلقوهاش بزاف. دوك 3 الرغيفات وحده فوق وحده. شديت انا داك الحشوه قسمتها على 4 باش يجيني كلشي منظم بحال بحال. يعني عينكم من ميزانكم. الكوزينه راه ما واعراش، ولكن النظام هو اللي خصو يكون في كلشي. الحشوه كما كتشوفوا الناس اللي كتاكل الفرماج دير من الفوق الفرماج او تخلطها مع الخلط، راه كيجي هائل. كنطلقها، شوفوا كنجمعها استغفر الله العظيم، كنجمعها على هذا الشكل هذا، يعني بشكل دائري. شوفوا العجين تبارك الله كيمنبل هكا على هذا الشكل. وكنحط هذيك من التحت وكنزيد نتاكد الا كانت شي حاجه ما مغلوقاش نزيد نغلقها. انا لمطتها ولحمتها مزيان، وكنزيد نتاكد عاوتاني باش تعطيني يعني واحد الملويه اللي زوينه. شوفوا هذيك التجميعه كتكون بشكل عشوائي، ماشي بشرط انك تبقاي ديري السنتيم، لا، بشكل عشوائي. وكنلمطها وكنحطها على قنت. كندوز ثاني للثانيه، كلهم هادو كلهم وحده في وسط وحده، يعني 3 المسيمنات او 3 الرغيفات. وسمحوا لي اننا كنبغي نوصل لكم الشرح، كنبغي نوصل. انا من نهار اللي بديت القناه ديالي وانا كنصفي ضميري، او يعني ما كنبغي كل شيء يفهم، ماشي غير نطيب ونحط وندوز، يعني بضمير. كما كتشوفوا هي وحده في وسط وحده، هادو 3 اللي كاينين لداخل. كنديروا دوك الحشوه قلت لكم. لما ما عندكمش، لما بغيتوش ديروا اللحوم، كاين الناس اللي ما تيكونوش، اللي تيكونوا غير نباتيين، كتكتفيوا بالخيزو، بالقرعه، بالبصله، البصله الخضاريه، الفرماج. ها انتم عندكم واحد العشاء اللي هو تيكون طوب زوين. صافي على هذا الشكل هذا كنصاور. شفتوا ما شاء الله هي مليويه منظمه ومتوله. يعني غير كنكملهم وكندوز بالاولى. درت انا 4 المليويات، سخنت المقله من طبيعه الحال كما كتشوفوا في ساعه، يعني تقرصت ليا، غادي نقرصها. شوفوا يعني كتبقى ما شاء الله. الزيوت كندير بالنسبه للزيت كندير غير رشه خفيفه باش تحمر ليا، راه كتجي محمره كامل. شوفوا كي كنهزها ما كتخرج الا حشوه، وكتجي متوله 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 زوينه. انا بالنسبه ليا راه كنقرصها في المقله تكون بارده، عاد كنحطها طيب الاولى. ولكن انا قلت نسخن معكم المقله ونوريكم. يعني عطيتكم جوج شكيلات، بغيتو ديروها في المقله بارده تقرصوها وطيبوها، راه حتى هي كتجي ما شاء الله. صافي يعني غير بالنسبه الاولى. اما الثانيه ضروري كتكون المقله سخونه. كي كتجي ما كتخرج لا حشوه، ما كتخرج لا حتى شي حاجه. شوف كتجي يعني ما شاء الله، كتسهل عليكم في التقلاب، كتسهل عليكم في كل شيء. راها ملمطه، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تخرج، وكتجي محمره. ديك المعلقه د العسل عطاتها واحد الحموريه اللي هي زوينه ما شاء الله. ها انتم شفتوا كي جاتنا المليويه كبيره بحجم عائلي ومحمره وزوينه، ما نقول يعني الصراحه انايا عجبتني بزاف. ودوزت للثانيه، كنبقى نستمر حتى وكنطيبها. راه هي كطيب تطيبه وحده، الزيت قليل والحشوه ما خارجاش وملويه منظمه، والحشوه كلها موزعه على الملويه. هذا هو اهم حاجه، حيت كاين الاخوات التعاليق ديالهم تيقول حنا من كنقطعوا الملويه او المسمنه او الرغيفه، جهه كتبقى ما فيهاش وجهه فيها. وانا جبت لك سيداتي للحل. هذه هو الملويات ديالها كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، كنتمنى من قلبي تبارطاجيو ليا القناه ديالي، وكنتمنى من قلبي تقبلوا عليا على هاد الحاجات البسيطه اللي كنعطيكم. ان شاء الله نكون كنرضي الجمهور ديالي، وبيكم حنا ان شاء الله غادي نكبروا. لما كنتوش نتوما حنا راه ما غاديش نكونوا. كنقولها ونعاودها، واخا تيقول لي اخواتي اش كتقولي هادشي، كنقول لهم غادي نقولوا ونعاودوا حتى وكان سيدي ربي. هادشي اللي كان. يلا نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.